السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات، وكل يوم بجيب لك لعبة جديدة وكل يوم بشرح لك لعبة جديدة. والنهاردة هنشرح اللعبة دي، بس قبل ما ابدأ ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. ويلا بينا نبدأ ونخش في الموضوع بتاعنا على طول. والنهارده انا جايب لك اللعبه دي، هي لعبه سهله وممتعه في نفس الوقت ومسليه، يعني لو انت فاضي تقدر تلعبها وفي نفس الوقت تكسب فلوس. النهارده بقى هعلمك ازاي تلعب اللعبه وازاي تجيب منها فلوس باسهل الطريقه وازاي تسحب فلوسك من اللعبه، وكل حاجه ان شاء الله اشرحها لك في الفيديو ده. واول حاجه نخش ونشوف اللعبه دي بتتلعب ازاي. اول حاجه نضغط على كلمه بدء اللعبه، واول ما ضغطت على بدء اللعبه ظهر لي الواجهه. وان شاء الله في الفيديو ده برضو هقول لك على مميزات اللعبة دي وعيوب اللعبة دي، يعني زي ما هقول لك على المميزات هقول لك على العيوب، وانت شوفها لو هتحبها العبها، مش هتنفعك خلاص تمام. فدلوقتي تعالى نخش في الموضوع بتاعنا. اول حاجة انت بتظهر لك فواكه زي الفواكه اللي ظاهرة ليا دي، انت بتحركها كده وتوقعها في اي مكان. تمام، يعني مثلا ظهرت ليا دي بتحط اللي شبهها عليها كده. تمام، وهنا نزلت لك مثلا الليمونه دي كده، وهي كده بتجمع وتخليهم يخبطوا في بعض زي كده مثلا، زي ما انا بلعب كده وتخليهم كده يخبطوا في بعض، بتلاقي دي بقى اللون دي بيخبطوا في بعض، فانت بتكسب فلوس والفلوس بتجيلك في البيت هنا. تمام، وانا هخلص المستوى ده وارجع لك تاني. وبعد ما خلصت المستوى ده بيقول له مكافأة جديدة، سجل الدخول واحصل على المكافأة التالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي هو بيقول لك اعمل تسجيل دخول في اللعبة. يعني انت اول ما بتنزل اللعبة ما بتطلبش منك تسجيل دخول، فدلوقتي هو بيطلب منك تسجيل دخول. لو ضغطنا احصل عليه الان هيجيب لك البريد الالكتروني او الفيسبوك اللي هو الجيميل او الفيسبوك. فانا مثلا هخش باي حاجة من الاتنين وهرجع لك تاني. ودلوقتي انا دخلت بالجيميل بتاعي وخلصت المهمة دي وحصلت على العمل زي ما وريتك تاني حاجة هنشرح لك الواجهة دي وهقول لك على كل حاجة في الواجهة دي. أول حاجة هنخش على مكافآت النشاط. لو دخلت على مكافآت النشاط هنا أنت بتنفذ مهمات. تمام، المهمات اللي هي اللعبة نفسها، يعني انت بتعمل الصفحة الرئيسية، يعني انت ما بتيجي تلعب هنا بتكسب قلوب، القلوب دي هي اللي بتيجي تتجمع هنا. انا جمعت 10 قلوب وكسبت الجايزة دي اللي هم 20 جنيه زي ما قلت لك، زي ما انا قلت لك برضو بتجمع القلوب لحد 1400 قلب. تمام، وبتستلم برضو 25 عملة خضراء. بعلمك ازاي تسحبها في اللعبة دي. خش تاني على الصفحة الرئيسية، خش بقى على دعوة الأصدقاء، هنضغط عليها. فهنا جات لك الدعوة بتاعت الأصدقاء، ازاي تدعو الصديق. تعمل دعوة الأصدقاء، هيظهر لك بيقول لك انت عايز تبعت لهم مثلا من خلال الفيسبوك اي حاجة من اللي موجودين دول. لو انت مش عايز تبعت لهم الموجودين دول هتعمل نسخ من هنا، تضغط عليها على الرابط كده هيعمل لك نسخ. تمام، تقدر تبعته لأي صديق عندك وهو ينزل اللعبة، وهو هيربح فلوس من خلال كود الدعوة. ازاي بقى تجيب كود الدعوة بدل ما تخش على الرابط وتدور على كود الدعوة فيه؟ كود الدعوة بيبقى موجود هو بيختلف من شخص لآخر، فده كود الدعوة بتاعي. لو كتبته عندك ونزلت اللعبة من الرابط اللي انا هسيبه لك وكتبت الكود ده عندك، هتوصل لك الهدية بتاعة تسجيل الدخول علشان انت دخلت من الرابط بتاعي. تمام، هو ده الكود هسيبه لك في صندوق الوصف هو والرابط او في اول تعليق مثبت. تمام، هنخش تاني على الصفحة الرئيسية، ودلوقتي هشرح لك المكان اللي احنا هنحط فيه الكود الدعوة. هتحط فين كود الدعوة؟ هتحطه في المكان ده بالظبط، اللي هو المكان ده. تضغط عليه كده هيقول لك ادخل كود الدعوة. هتدخل كود الدعوة فين؟ هتضغط هنا تلصقه هنا او بتكتبه كود الدعوة، تعمل اوكي، والكود بيتكتب وبتستلم كام؟ بتستلم 30 من العملة الخضراء. تمام، اول حاجة برضو عشان اقول لك ان المهمة دي بتتنفذ وانت بتلعب المهمات اليومية، يعني ما تشغلش دماغك بالمهمة دي. والمهمة اللي فوق برضه هقول لك ايه لازمتها. تمام، بعد كده هنخش على المهمات اليومية. المهمات اليومية هي المهمات دي اللي مكتوب تحتها 390، لو ضغطنا عليها هيدخلك هنا على المهمات اليومية، وانا هقول لك كل المهمات اليومية. اول مهمة بيقول لك افتح اللعبة، عشان انا فتحت اللعبة فاستلمت 10 من العملة الذهبية وخمسة من اللي هي النجوم اللي هي لونها لبني دي. هعمل استلام وكده بيقول لي مبروك لقد حصلت عليه، وكده انا استلمت الجائزة بتاعتي جات لي علامة صح. تاني حاجة بقى اللي هي لعب 10 جولات، يعني لو عملت اكمال هيدخلنا على الجولة ويقول لي العب جولة، اللي هم اللي انا قلتها لك في اول الفيديو، اللي انت بتضغط على كلمة ابدأ اللعب وانت كده كأنك بتلعب جولة، فبتلعب 10 مرات من الجولات دي زي ما انا وريتك.
تالت حاجة بقى اللي هي إدماج 300 فاكهة، دي بتحصل معاك وأنت بتلعب أصلا. يعني أنت لما بتيجي تلعب بتحصل معاك، يعني أنت بتدمج الفواكه كده كده عشان تخلص الجو، ما تشغلش دماغك بيها، فهي ايه كده كده بتتجمع. تمام. رابع حاجة بقى اللي هي أكمل مهمتين الكروب. ازاي تكملهم؟ هنعمل كلمة إكمال، هيجيلك عند الصندوق اللي أنا قلت لك، هو كده كده بيتنفذ وأنت بتلعب بالمهمات اليومية. يعني لو ضغطنا عليه كده بيقول لك ابدأ، هيظهر لك واجهة هتستنى فيها 60 ثانية، وبعدين هتطلع منها. هتطلع منين؟ من خلال السهم ده. هستنى 60 ثانية وارجع لك تاني. وبعد ما انتظرت ال60 ثانية هنضغط على السهم اللي فوق ده في أعلى الشاشة كده. أنا استلمت الهدية، تمام، اللي هي القلوب. خامس حاجة بقى اللي هي 30 دقيقة متواصلة، اللي يعني ايه؟ يعني انت بتدانيك فاتح اللعبة لمدة 30 دقيقة، وهي كده كده بتحصل معاك وانت بتنفذ المهمات، بس هما مش 30 دقيقة بالظبط، يعني مش هما 30 دقيقة يعني 30 دقيقة، هما ممكن تلاقيهم 5 دقائق، 6 دقائق، 10 دقائق، مش كتير يعني. عايز برضه اقول لك على حاجه في الواجهه دي قبل ما نخش على الواجهه اللي بعدها، ان هنا في قلوب. تمام. ال10 قلوب دول 20 قلب وال30 قلب وال40 قلب دول. ازاي بقى بتستلم القلوب دي؟ انت بتستلم القلوب دي وانت بتنفذ برضه المهمات دي. يعني انت دلوقتي انا اول ما نفذت اول مهمه فلقيت خط اصفر طلع بدأ يطلع، هتنفذ تاني مهمه الخط الاصفر هيبدأ ايه يكبر لحد ما يجي هنا، هتستلم ال10 قلوب، وبعدها هيجي هنا 20 قلب هتستلمه، 30 قلب هتستلمهم، 40 قلب هتستلمهم. تمام. ونضغط بقى على السهم وعشان نكمل شرحنا في اللعبة. الشرح بقى اللي بعد كده هنخش على اللي هي بتاعت الفواكه دي، هنضغط عليها. وهنا دي جايزة بتستلمها كل يوم. يعني لو جيت تبص هنا هتلاقي في عد تنازلي اهو، وبيقول لك ايه ممكن تستلمها بكره. يعني الرقم ده كده اللي هم 382 تستلمهم بكره. لو انا ضغطت على كلمة سحب الجوائز، يعني انت لازم تخلص المهمات اليومية دي اللي هو ظهرها لك دي عشان تقدر تستلم الجايزة اللي هي مقدارها 2898. هتعمل سحب فهتسحبها على طول وهتستلمهم. وكده احنا خلصنا شرح في دي. هنخش على الشرح اللي بعده اللي هو الكاس اللي موجود تحت ده. ايه لازمة الكاس ده؟ هنضغط عليه هيظهر لك واجهة زي دي بالظبط. الواجهة دي بيقول لك ايه؟ احرز 1000 نقطة في جولة واحدة. يعني ايه؟ يعني انت ما بتيجي تلعب جولة زي كده، بدنا نلعب كده، في عندك هنا صفر مش صح؟ مش موجود هنا صفر؟ ايوه، الصفر ده بيدنيه ازداد اللي هم النقاط. يعني لو جينا ضغطنا هنا كده، يعني لو جينا عملنا دي كده اها، وبعدين رحنا رامين دي كده، استنى، هتلاقي بص بتزدادها بقت 4 بدل ما كانت صفر بقت 4. هي دي النقاط بتاعت الجولة. تمام. بدنيك تلعب لحد ما تجمع 1000 نقطة زي ما هو قالك. هنطلع من اللعبة، نضغط هنا ونضغط هنا، وكده طلعنا من اللعبة. هنضغط على الكاس تاني، وهنا بيقول لك ايه؟ احرز 1000 نقطة في جولة واحدة. انا حرزت 322 من 1000 في جولة واحدة. تمام. يعني لحد 100,000 نقطة. تمام. بتضغط على علامة الفيل اللي هي فوق ده عشان نطلع منها. هنخش بقى على طرق السحب. بس قبل ما اخش على طرق السحب لازم عيوب اللعبة. العيب هو عيب واحد فقط، ان انت ممكن تبقى بتعمل مثلا بتنفذ مهمة ولا حاجة وفجأة يظهر لك اعلان مفاجئ. ودلوقتي بقى هنخش على طرق السحب. طرق السحب اول حاجه العمله اللي هي الذهبيه هنضغط عليها اللي مرسوم عليها تفاحه. يعني اول حاجه هنقرا القواعد بتاعه السحب. بيقول لك قواعد السحب يعني خلال 24 ساعه الفلوس هتوصل لك. الحد الاقصى للطلبات السحب مره واحده يوميا. يعني انت تقدر تعمل سحب بس من العمله دي بس مرة واحدة بس، تسحب ب10 آلاف 5 جنيه زي ما انت عايز، هي مرة واحدة بس. وبقول لك برضو الحد الأدنى للمبلغ السحب يختلف حسب قواعد كل منصة. يعني حسب قواعد العملة الذهبية والعملة الخضراء. يعني دي حاجة دي لها حد أدنى ودي لها حد أدنى. بس على ما أظن أنا في العملة الذهبية دي اللي هي العملة الصفراء، لو جينا نسحب هيقول لنا 5 جنيه، يعني أقل حاجة 5 جنيه. لو عملنا سحب الرصيد هيقول لك اختار المحفظة، هنختار مثلا فودافون. هنا هيقول لك دخل الرقم بتاعك ونعمل اوكي. اوكي. وبعدين هنا بيقول لك دخل الاسم الحساب، هتدخل له اي اسم مثلا زي اسمي كده، ونعمل اوكي برضو، ونعمل نضغط على الكلمة الصفراء دي وكده هنعمل سحب. بيقول لك الحق زي ما قلت لك، زي ما قلت لك الشرطة بيقول لك الحد الأدنى للسحب هو $5. بس أنا على ما أظن هو مش دولار، هو جنيه مصري.
اعمل لك برضو فيديو اثبات سحب واعرفك فيه كل حاجة. نعمل تأكيد نرجع واحدة عشان بقى نخش على سحب العملة الخضراء. هنضغط على العملة الخضراء، وهي طريقة سحب. هنا بيقول لك العملة الخضراء اقل حاجة تقدر تسحبها هي 250، واكتر حاجة 2500. تمام. وهنا على ما اظن برضو ان مفيش اي شروط سحب، يعني انت بتختار طريقة. المعلومات بتاعتي كده كده متسجلة عشان انا سجلتها في العملة الذهبية، فهي هتلاقيها موجودة في العملة الخضراء. هتعمل سحب فوري وكده انسحبت. ودي كان اخر الفيديو. ما استفدت باي معلومة من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وتدعي لاخواتنا في كل مكان. سلام.